بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يسأل سائل يقول: ما هي كفارة الإفطار عمدا بالتفصيل؟ الجواب: إذا أفطر الإنسان عمدا في نهار شهر رمضان، فإن كان الإفطار محرم فعليه كفارة الجمع، يعني إذا أفطر على حرام والعياذ بالله، ما أفطر على شيء حلال، إذا أفطر على شرب الخمر مثلا أو أي شيء من المحرمات فعليه كفارة الجمع. كفارة الجمع أن يجمع بين الكفارات الثلاث: صيام 60 يوم، أن يصوم 60 يوما، ويطعم 60 مسكين، ويعتق رقبة. وحيث لا رقبة في زماننا هذا فتسقط وجوبه، فعليه فقط إطعام 60 مسكين وصيام 60 يوم عن هذا اليوم الذي أفطر على الحرام. وإن كان أفطر على حلال، شرب ماء مثلا متعمد، فعليه أن يختار أحد الكفارات اللي ذكرناهم: إما إطعام 60 مسكين، يعني يعطي 60 نفس 60 مسكين طعام، كل مسكين يعطيه وجبة من الأكل، هذا يسمونه إطعام 60. ما يجوز تعطي 60 وجبة لشخص واحد، لا، 60 نفس تطعمهم من الطعام، لكل مسكين طعام مائدة مثلا، أكلة واحدة، فهذا يسمونه إطعام 60 مسكين. أو يصوم 60 يوم، يعني يصوم 31 يوم متتالي و29 متفرق، يسمونه صيام 60 يوم. هذا إذا أفطر على شيء حلال ولكن يحرم عليه أنه صائم، فعليه أن يختار أحد هالكفارة، وعليه أيضا القضاء عن ذلك اليوم، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يقول أستغفر الله على الأظهر. إذن من أفطر متعمدا على حلال فعليه أولا الاستغفار، كثير من الناس يغفلون عن ذلك، عليه الاستغفار أولا، ثم القضاء عن هذا اليوم، وعليه أحد الكفارتين: إما إطعام 60 مسكين وإما صيام 60 يوم. هذا كفارة من أفطر متعمدا. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.